عودي تاني يا ليالي عودي تاني بالأمجاد والبطولات فريق الغالي والسهر في الدخلات. كفايه امجاد بقى يا اخي، كفايه امجاد، النادي هيقفل. كفايه. بس سيبك انت يا ابو اللبالين، انت من ساعه ما طلعت وحزقت وقلت ان الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر والنادي ولع. نادي الزمالك ده زي ما انا طول عمري عندي مقوله بحبها، هو اكبر قلعه رياضيه في مصر. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده على قناتكم وصفحتكم برنامج الصليط الرياضي. وقبل ما نبدا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس، وما تنساش ان اخواتنا واهلنا في فلسطين واهلنا في السودان وفي كل وطننا العربي ربنا يفك الكرب عن الجميع يا رب. ما تنساش اذا عجبتك الحلقه تخبط اللايك، واذا عجبتك القناه اشترك فيها. استنى في الفقره الثانيه ويلا بينا نبدا. اي برنامج اخر يقدر يتكلم عن النزاع القضائي ما بين الاهلي وما بين محافظه القاهره حوالين ارض النادي؟ لا طبعا. يعني هل الموضوع دوت قابل للطرح اصلا؟ هو ورق النادي الاهلي عمره ما تروح انه تشوفه موجود في الاعلام؟ يعني عمرك هتشوف ورق النادي الاهلي عقد؟ ده الناس بدات تطلع العقود، يقول لك العقد بتاع دي اصلا مقسومه نصين، نص ارض انتفاع ونص انتوا شارينه، فده القسط يستحق في شهر يا جماعه مش دي اسرار مؤسسات يعني ولا ده ايه؟ لا الناحيه الثانيه ولا وثائق ويكيليكس. يعني حاجه غريبه جدا. صحيح يا اخي، حاجه غريبه جدا. اشمعنى يتكلموا على البلاوي والكوارث اللي في الزمالك وما يتكلموش على البلاوي والكوارث اللي مش في الاهلي؟ بص انا عايزكم كده بدل ما تقعدوا ترغوا، عايزكم تصيحوا الصياح ده. لا ده انتوا نادي اشمعنى رسمي فهمي نظمي. حتى في المشاكل عايزين الاعلام زي ما بيتكلم على الزمالك يتكلم على الاهلي. طب هو الاهلي عنده المشاكل اللي عندكم علشان الاعلام يتكلم عنها؟ وبعدين هي ارض الجزيره اللي انت بتتكلم عنها دي مش خلصانه بحكم قضائي من سنين؟ انتوا بتهبدوا في ايه بقى؟ هو ده مش هري، هو هري. وبعدين هو الاعلام المحايد ولا انتوا مقصرين مع الاهلي؟ هو احنا ورانا حاجه غير الرد عليكم وعلى الاصفر وعلى غندره وشله الهزازين؟ فاعلام مين بقى اللي ما يجرؤش يتكلم على الاهلي؟ انتوا بس المشكله عندكم ان فضايحكم بقت زياده عن اللزوم، فالاعلام كله مش عارف يلمها. كل شيء انكشف الغبار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خشوا يا جماعه اتفرجوا كده، اتفرجوا على الميديا كلها. الوقف السادس، الوقف السابع، الزمالك حقق بطوله، الزمالك حقق السباعيه، الزمالك راح في داهيه، الزمالك بيلعبوا والنبي ركزوا مع قصقص في دي والنبي. اخطر حاجه بيلعبوا عليها جمهور الزمالك دلوقتي الاحباط وبيعاملك نفسي وتتوزع. بص الورق كله بيتوزع، اكتب اللجنه الالكترونيه زباله، الناس زباله فعلا، لا يمكن يمثلوا في حاجه في الرياضه، ناس مش محترمه، ناس قذره، عندهم النادي الاوحد اهم حاجه. وزع انت تخرس خالص يا ملط. نادي واحد ايه بس اللي بتتكلم بيه؟ ولجان ايه يا ساذج؟ هي خلاص بقت لبانه في بقكم. هو احنا بنجيب حاجه من عندنا بنألف احنا ولا دي اخباركم وفضايحكم؟ لا وكل شويه النادي الاوحد النادي الاوحد. يا حبيبي النادي الاوحد ده مش شايفكم اساسا. النادي الاوحد بقى عنده منافس حقيقي دلوقتي، مش نادي تاني خلاص. شويه الفشل اللي ماسكينه وشويه المطبلاتيه اللي زيكم هيجيبوا ضلفوا. شويه فشله. بعدين انت الفترة اللي فاتت لما كان ميدو مع المجلس مش كنت بتطلع تقطع وتقول هيغرق النادي والنادي هيضيع ومش عارف هيحصل ايه وانا خلاص هطوب على نظرية المؤامرة والنادي الاهلي فعلا ناجح ومش هتكلم عنه تاني؟ ما كنتش بقى بتحبط جمهور الزمالك ساعتها؟ مين بقى اللي لجنة وبيشتغل على حسب المزاج؟ بس عادي مش غريبة عليك. ملط مستني ايه من واحد ملط؟ وبعدين تعالى بقى كده اوريك واحد من شله الهزازين بيقول ايه عن الزمالك ونشوف بقى ده كمان لجنه للاهلي ولا ايه يا ابو عقل ملط. الجديد النهارده ان ايقاف القيد جاي من نادي ستريلا البرتغالي، وده النادي اللي الزمالك اشترى منه المعجزه طبعا شيكو بنزا. شيكو بنزا الزمالك اشتراه على اقساط، وكان موعد القسط الاول من فتره والزمالك ما سددوش. يعني بتجيب اللعيبه لا بندفع عليها اقساط ولا بندفع عليها مرتبات، واللي له حاجه بيروح يطلع يجيبها من الفيفا. حقيقه يعني فشل ما بعده فشل ومواقف سخيفه جدا تسال عليها اداره نادي الزمالك. ايه رايك بقى يا قصقص في كلام صبحي ده؟ كمان لجنه ولا ايه؟ ده ما طلعش فسيولي، ده طلع فسيولي الملط قوي. بس شفت يا صبحي كده وانت بتتكلم كلام منطقي وحقيقي عن فشل الاداره بتاعتك بعيدا بقى عن الهز والتطبيل؟ شفت وشك نور ازاي؟ يلا كمل يا صبحي. انت لو انت تقصد تعمل ده عشان تحرج الدوله المصريه في موضوع الارض، فموضوع الارض انتهى خلاص. يعني انا عارف انه كان في مخطط ان الاداره تشتغل ببطء في ملفات القيد وملفات الغرامات الخاصه بفيفا علشان تبدو امام الراي العام وامام صناع القرار انه ما عنديش حل غير ارض اكتوبر. لا 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 انا مش مصدق نفسي. ده شاهد من اهلها اهو بيقول لك اهو اداره الزمالك بتتعمد تعطيل الملفات وخصوصا فيما يخص القيد علشان تضغط على الدوله والراي العام في موضوع الارض. احنا اي نعم عارفين كده وقلنا كده قبل كده، بس ده بقى لما يكون اعتراف من واحد منهم بيبقى الموضوع ليه طعم تاني، وبيبين بقى اننا مش بنهري ولا بنقول اي كلام واننا عندنا حق. الله عليك يا صبحي، الله عليك وانت بتتكلم بالعقل. يعني بصراحه انا مستغربك.
كمل. النعمة انت مزاجك عالي قوي قوي النهارده، قول. مسألة محتاجة سرعة جدا في التدخل. إدارة الزمالك ما عندهاش غير بكرة أو بعد زي ما قلت تسدد الفلوس وتبتدي تستعيد جزء من الاستقرار جوه نادي الزمالك قبل ما تبدأ بطولة الدوري وقبل ما تستأنف وقبل ما تدور على صفقات. يعني النادي الأهلي باعت سيد عبد الحفيظ في المغرب بيخلص صفقة، في السويد بيخلص صفقة إبراهيم دياباتي، وواحد تاني بيخلص في صفقة بالعمري نجم منتخب المغرب، والزمالك قاعد بيدور على حد يدفع له فلوس. الله، ليه كده يا صبحي؟ احنا هنقع ولا ايه؟ العين فلقت الحجر يا جدع. يا اخي قول ما شاء الله، اللهم صل على النبي كده. وبعدين انت مش واخد بالك كده انك بتحبط جمهور الزمالك؟ كده الملطه هيقول عليك لجنه. يعني ايه تقول الاهلي عمال يجهز صفقات والزمالك بيدور على اللي يدفع له علشان يفك القيد؟ عيب، ما يصحش كده. لو اسمعوا دي كمان يا جماعه من صبحي، ده كان ملعلع امبارح. الزمالك قاعد بيدور على حد يتبرع له بمبالغ عشان يتمكن من رفع القيد. لك الله يا زمالك ولك الله يا جماهير نادي الزمالك. الحقيقه يعني شغل الاداره الحاليه اسوأ شغل في تاريخ نادي الزمالك. بيقول لك شغل الاداره الحالي هو اسوأ شغل في تاريخ الزمالك. ده كلام صبحي عبد السلام. شكرا يا صبحي. طير انت. خالد طلعت قضية إيقاف قيد جديدة على نادي الزمالك بتاريخ اليوم 17 ديسمبر بإيقاف القيد 3 فترات. كده الزمالك بقى عليه 7 قضايا كأكثر نادي مصري، وعدى الإسماعيلي اللي عليه 6 قضايا. اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده؟ اخيرا شفنا الزمالك متصدر في حاجه. ايه الحلاوه دي؟ واضح ان الامجاد رجعت تاني على بليبو. دلوقتي تقدر تقول بكل فخر متصدر لا تكلمني. لا بس نرجع لخالد طلعت ونقول له حلو كده وانت بتتكلم بحساب. شكلك كده خايف من فرح علي لحسن تطلع تزعق لك وتقول لك ايه جبت ورا انت يا خالد. اصل بيني وبينك فرح علي بقت شديده قوي. ده مسكت رئيس نادي غزل المحله ما خلتلوش. انا الصراحه يا جماعه ما كنتش شفت الفيديو وقاعد لا بيا ولا عليا، بس لقيت بقى حسن صديقي رئيس رابطه مشجعي الاهلي في امريكا حدف لي الفيديو بتاعها ده، فما قدرتش بقى. انا قلت لازم اجيب الفيديو بتاعها علشان يبقى تحذير لاي حد تسول له نفسه يتكلم على الزمالك. تعال نشوف بقى قاعده تزعق وتصرخ وتقول ايه. تعالوا بقى نروح مع حضراتكم لموضوع تاني على مواقع التواصل الاجتماعي. دايما لما بيكون في تصريحات بتخرج على النص دايما اول واحده بكون معاكم وبرد عليها. الحقيقه كان في تصريحات من رئيس نادي غزل المحله في احد البرامج قلل فيها من نادي الزمالك. هتقولوا لي ايه؟ قلل فيها من نادي الزمالك؟ ايوه، بيحاول يقلل فيها من نادي الزمالك. طب معلش يا فرح، يعني هو قلل ولا بيحاول يقلل من نادي الزمالك؟ وبعدين بقى يعني بطلي هري، قولي لنا قالي وخلصي. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. غير مسموح ومحدش هيسمح بيه اصلا. حضرتك طلعت وقلت ما ينفعش نادي بحجم الزمالك يعيش على المعونات وجمع التبرعات من محبيه، وان النادي بيفتقد التخطيط طوال تاريخه سواء من المجلس ده او من المجالس السابقه، وكلام كله لا يصح. نعم يا دلعادي. هو الراجل غلط في ايه؟ الراجل بينصحكم كتر خيره. الراجل بيقول لكم ما ينفعش نادي بحجم الزمالك يعيش على الاعانات. بيقول لكم المجالس كلها للاسف عبر التاريخ بتفتقر للتخطيط. ايه بقى الغلط؟ هو مش ده الواقع؟ هو مش كل مجلس عندكم بيمشي بيبقى كل همه يقطع ويفشل المجلس اللي بعده؟ هو انتوا هتنكروا الواقع؟ هو اي كلام؟ هو انت فاهمه لما تطلعي تزعقي كده وتبرقي يبقى انت كده بتدافع عن الزمالك؟ ما تسيبي الناس تواجه المجلس بالحقيقه، يمكن مش واخدين بالهم. ولا لازم كل الناس بقى تطلع تعيش معاكم في نظريه المؤامره وان الكل بيتآمر على نادي الزمالك علشان خاطر مصلحه النادي الواحد، على اساس يعني انكم مصدر الرعب بتاعنا؟ اللي انتوا بتعملوه ده ما اسموش دفاع عن نادي الزمالك، ده دفاع عن الفشل. جاتكم القرف مليتوا البلد. شفتها وسمعتها اكتر من مره، وهي انه اللي بيتقال فيها ايه؟ ان النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي بيشرف مصر، هو النادي الوحيد اللي بيشرف مصر في الوقت الحالي. ازاي يا جماعه؟ ازاي ممكن نقول كده ونتغاضى عن حاجات كتير نادي الزمالك عملها؟ ده ما ينفعش. ده حتى جماهير نادي الزمالك ما تقبلش بده، مع كامل احترامنا لكل الجماهير، ولكن كل حق يعني كل نادي ليه حق لازم نديهوله. ما ينفعش نتغاضى عن حاجات ونقول حاجه كده لمجرد القواله يعني وتبقى هي خلاص كده صح. لا طبعا مش صح. لا طبعا مش صح. مين اللي قال بس ان النادي الاهلي هو اللي بيشرف مصر؟ الزمالك كمان بيشرف مصر وبيحقق ارقام قياسيه كمان. الزمالك بالصلاه على النبي في خلال اقل من شهرين واخد 7 ايقاف قيد. ده مش تشريف لمصر يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ يا اخي اشمعنى دي هتجننهم. حتى الواقع عايزين ينكروه تحت بند اشمعنى. بتقول لك اشمعنى تقول الاهلي هو اللي مشرف مصر. طب الزمالك فين؟ طب هو الزمالك بيعمل ايه غير انه كل ما بيخرج بره يا حنون بيرجع حصاله، وما شاء الله بقى جوه كمان حصاله. يعني الاهلي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، يعني يا اما بيفوز بافريقيا يا اما بيوصل النهائي، باستثناء السنه الاخيره. يعني في اخر 8 سنين وصل 7 نهائيات كسب منهم 4، واخر كام برونزيه كاس عالم انديه، رفع اسمه وعلم مصر ومشرفها. يبقى مين اللي بيشرف مصر في سنين عجاف؟ البلد
عاشتها على صعيد المنتخبات. وانتوا هتطلعوا امتى من ميه المخلل اللي انتوا عايشين فيها دي؟ وبعدين هو ايه الحكايه؟ ايه حكايه هوانم 100 عقبه دول اللي بقوا مطلوبين علينا كده؟ ده انتوا عاملين عظمه. خبر، لو الخبر ده حصل يا جماعه والله العظيم انا يعني مش الفرحه مش هتبقى ساعاني، ده انا ممكن اعمل اي حاجه في الدنيا تطلب مني. خير يا هيما، ما تفرحنا معاك، بغض النظر يعني عن انك ممكن تعمل اي حاجه تطلب منك دي، بس معلش واضح ان الموضوع مفرح بزياده فخلاك تبالغ يعني. قول لنا بقى في ايه؟ وان عام 2026 هيكون عام الحسم في الكره المصريه، وان في خطه تسمى بخطه 2038، وان الخطه دي هيكون فيها شكل من اشكال الاختلاف التام والجذري فيما يخص ملف الكرة المصرية وإدارة الكرة المصرية، ده عن طريق ان المركز الرئيسي للمنتخبات وعن طريق الافرع ليه المراكز الفرعية اللي موجودة دي في قطاعات الجمهورية السبع، هيكون في شكل من اشكال العمل بشكل مؤسسي وشكل مختلف عشان يوصلوا لكل قرية وكل نجع وكل محافظة في مصر من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها، عشان كل المواهب اللي موجودة في مصر يتم اكتشافها ويبقى فيه خطة عمل شاملة لكل المنتخبات المصرية بمختلف قطاعاتها السنية. فبالتالي بعد إن شاء الله إذا ربنا أحيانا وكان لينا عمر 13 سنة من النهاردة 2038 نشوف طفرة غير مسبوقة في الكرة المصرية. وفرحان قوي. هو انت طالع فرحان قوي على خطه نتائجها بعد 13 سنه؟ طالع بتطبل على خطه شويه كلام انشا؟ هي خلاص كلها بقت شغاله كده؟ طبل على طبلي، خليك حنين طبلي. يا هيما يا حبيبي دي اسمها خطه يا ترى مين يعيش. والحقيقه يا جماعه الدكتور محمد العدل ليه تعليق لطيف على الخطه دي وفرحه ابراهيم عبد الجواد، تعالوا نسمعه مع بعض. بيقول لك ايه ابراهيم عبد الجواد؟ قال هيبقى في قفزه وطفره غير طبيعيه في كره القدم المصريه سنه 2038. فكرت بجحا لما قال هعلم الحمار القرايه والكتابه بعد 10 سنين وخد المكافاه. فقالوا له ازاي؟ قال بعد 10 سنين يا يكون الحمار مات يا السلطان يا جحا نفسه. يلا اهو رزق الهبل على المجانين. طبعا متفق معاه جدا وقصه عبره صحيح تنطبق على اللي احنا شايفينه، لكن طبعا مش متفق معاه في رزق الهبل على المجانين دي، الكلمه دي حرام اساسا. رزقنا كلنا على الله فناخد بالنا من كلامنا. المهم يعني ان خطه اتحاد الكوره دي كده هي عباره عن اشتغاله جديده، خطه حلبنتيشي كده، لكن بتتقل دلوقتي علشان لما نفشل وده المتوقع في افريقيا نقول ما احنا عاملين خطه. يا ولاد اللعيبه يا جماعه الطفره الحقيقيه مش خطط تتعمل وكلام انشا على المدى الطويل وجو يا ترى مين يعيش. الطفره الحقيقيه هي في رحيل كل المسؤولين عن الكره في مصر دلوقتي. غير كده ابقى قابلني الحلوه والمرة. صباح الفل عليكم. مساء الزفت على دماغك ودماغ اللي جابك. بقول لكم يا جماعه ما تضربونا بالنار احسن. انا مش عارف يعني هو انت بتكره الزمالك لدرجه انك تخلي بعض الاعلاميين يتحركوا يبقى كل الكلام على سحب ارض 100 عقبه اللي هي الارض التاريخيه والقانونيه واللي ما ينفعش حد ولا يرجعها ولا يطلبها ولا حاجه، ويقول لك احتمال نسحب منه الارض في 26. يعني بيكلمونا في حاجه لسه اخر السنه الجايه شهر اغسطس 26، يعني باقي 9 شهور وهو قاعد بيتنبأ عشان يفهمنا انه هيسحب الارض وقتها. طب ما تضربونا بالنار يا اخوانا. لا انا الحقيقه عاجبني ادائك التمثيلي النهارده يا ميزو. لا بجد مستواك بيتطور في التمثيل ما شاء الله. حلوه قوي ما تضربونا بالنار دي. هي اي نعم منتشره بقالها يومين من باقي الصفوه وامثالك بس حلوه. لا حلوه وبتجيب مع اللي بيصدقوه اللي هو ده اللي ناقص يا جماعه. هو انتوا مش طايقين الزمالك كده ليه؟ هو عامل لكم ايه؟ لا يا ميزو الزمالك مش عامل لنا حاجه. الزمالك تقريبا عامل للعالم كله، وكفايه انه طالق اللي شبهك علينا كده يبوظ عقول الناس وينشر الفتنه بينهم. ربنا يوقف دموعك وتبقى طول كده. انتوا سمعتوا الكلام اهو يا جماعه. هو قال ان عقد الزمالك هيخلص في اغسطس 2026. هو المفروض ان هو صحفي وان اداره الزمالك بتستشيره في حاجات كتير، يعني المفروض المعلومات دي بتبقى عنده. فالباشا طالع وبيدلس وبيقول لك انتوا جايين قبلها ب9 شهور تتكلموا على سحب الارض. الباشا بيشتغل الناس اللي ما تعرفش حاجه ومش فاهمه ان في عقدين، عقد هيخلص في اغسطس والعقد ده مش هو المشكله، ده هو رقم هيدفع وبعد كده الزمالك هيتملك الارض او الجزء ده من الارض، انما الارض الثانيه دي او العقد ده هو اللي عليه الحكايه كلها. وهيخلص امتى بقى؟ احنا بنتكلم على حاجه هتنتهي في الربع الاول من 26 سنه 2026. عقد الانتفاع ده هينتهي في الربع الاول من 2026. يعني ايه بقى الربع الاول من 26 يا ميزو؟ يعني الشهرين اللي جايين دول يا معلم. ومعنى الكلام ده ايه؟ معناه ان اداره الزمالك كان المفروض يتواصلوا مع الاوقاف عشان يشوفوا حل لقصه العقد ده زي دكتور اسامه رسلان ما قال كده. طب ده معناه ايه؟ معناه انه مع اقتراب نهايه مده العقد اللي هي 20 سنه لابد انه الخبراء القانونيين عند الطرفين اللي هم نادي الزمالك وهيئه الاوقاف يقعدوا مع بعض عشان يشوفوا عايزين ايه في المستقبل. طب دي قبليها بقد ايه؟ معلش دي قبليها بقد ايه؟ مثلا 6 شهور قبليها بشهرين، يعني تقريبا الفتره المحدده اللي ممكن يتم فيها
التوصل لاتفاق؟ الحقيقه انه ده يعني تقديري انا الشخصي كان المفروض يبتدي من كام شهر فات. وليه بقى اداره الزمالك ما قعدوش مع الاوقاف؟ اعتقد دي سهله بقى يا جماعه، ويا ريت اللي يعرف يكتب لي في التعليقات حالا قبل ما اكمل. وعموما انا هقول لك هم ما قعدوش معاهم ليه. عشان بكل بساطه الاوقاف مش الفيفا يا جماعه، مش محتاجه مفهوميه ولا استوديو تحليلي. اصل هم لو الفيفا كانوا اهتموا وردوا عليهم وبعتوا لهم كده وسيسوهم لحد ما ياجلوا الموضوع او الدفعه او يشوفوا هيتصرفوا ازاي ولا اي حاجه، زي ما بيعملوا كده مع الفيفا بيسيسوهم ويظبطوا الدنيا معاهم لحد ما يلاقوا خلاص ان هم مفيش فلوس مش هيعرفوا يدفعوا، هم قال لهم خلاص معناش فلوس، وقفوا القيد بقى عادي وجمهورهم ينادي بالتمنه بقى عادي. انما انت يا باشا هنا تبعنا، ايه اللي هيفرقك يعني عن باقي مرافق الدوله؟ كهرباء، ميه، غاز، اتحاد كوره، حلاقين، مفيش حد مش مضايقنهم، فعادي الاوقاف هم كمان ينضموا لصف الديانه. ايه المشكله يعني؟ في ايه؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ عارف حضرتك الزمالك بيدفع كام في السنه لوزاره الاوقاف؟ 500,000 وشويه. عارف بقى الاهلي بيدفع كام للارض اللي ملك الدوله اللي محافظه القاهره مش عارفه تاخد جنيه واحد منهم، وليها 17 مليون جنيه مش عارفه تاخدهم؟ من 2007 المفروض يدفع 17 مليون جنيه لغايه ما في 2015 محافظه القاهره حجزت على ارصده النادي الاهلي وبعدين فكوا الحجز كده في لحظه، ومن 2015 لحد النهارده الاهلي ما دفعش الفلوس اللي عليه، وكلهم 17 مليون، يعني مكافاه من مكافآت احمد سيد اللي هم احمد سيد بيسلك بيهم سنانه دول. ده مش اهدار مال عام، ده مش اهدار مال عام يا بتوع اهدار المال العام. محافظه القاهره عماله تجري ورا النادي الاهلي عشان 17 مليون والاهلي 10 جنيه ايجار على الارض رافض يدفعهم وعايز يكمل بمليم، واخدها من 100 سنه بمليم ومش عايز يدفع 10 جنيه. ايه انت مالك؟ وانت مالك انت؟ الاهلي يدفع 10 جنيه ولا يدفع مليم؟ والله يا جماعه كلامه مستفز جدا، بيقارن ارض وقف بارض ملك الدوله، يعني بيقول لك ارض الزمالك ما ينفعش حد ياخدها منه مع انها ارض وقف، يعني المفروض ريعها ده يروح للمكان اللي صاحبها قال عليه، يعني الاوقاف بتديرها فقط وما لهمش حق ان هم يسيبوها للزمالك او يقللوا سعرها او اللي جاي منها، وده يقول لك ملك الزمالك ومحدش ياخدها. انما ارض الجزيره بقى اللي هي ملك للدوله يقول لك الاهلي اللي هو بالمناسبه هو كمان ملك للدوله، ويقول لك اموال عامه. حمار مترجم لانسان. بصوا يا جماعه عشان نفهم الموضوع ده مع بعض، وحتى لو انت من الصفوه اتقي الله كده وحاول تشغل دماغك وتفهم، عشان ده فاهم كل حاجه وبيدلس مش اكتر. محافظه القاهره حجزت على ارصده الاهلي، ده حصل، واتفكت بسرعه، برضه حصل. بس هو مين اللي فك الحجز ده يا معلم؟ الدوله مثلا؟ القضاء يا معلم، القضاء بالقانون. وما دام الموضوع بالقضاء يبقى الاهلي كده اللي معاه الحق. وتاني حاجه بقى، هو ليه الاهلي اساسا بيدخل في قضايا عشان ما يدفعش؟ هي الاداره دي مثلا هتدفع من جيبها الفلوس؟ حضرتك الفلوس دي مش فلوس مجلس الاداره، لما حد يجي مثلا يطالب الاهلي بفلوس او بارض او ايا كان، مجلس الاداره مش هيدفعها كده من النادي وخلاص، لا لازم يخلوا مسؤوليتهم والقضاء هو اللي يحكم. والله القضاء قال ان الاهلي ما يدفعش، خلاص الاهلي ما يدفعش، قال يدفع، خلاص الاهلي يدفع. ما هي الاداره دي حضرتك مش هتدفع من جيبها وهم مش خسرانين حاجه، فالكائن ده هو مش هيقول لك الكلام ده، مش هيقول لك ان اداره الاهلي اداره محترمه وملتزمه وبتعمل باللوائح والقوانين مظبوط وما بتعملش زي ناس تانية قبل ما يطلع لهم الترخيص. ترخيص ايه؟ قبل ما يتوافق لهم اساسا على المهله باعوا الارض يا معلم، وده ما طلعش قال حاجه. يا عم ده خرنج، ده مش فاهم حاجه. اما بالنسبه لارض الاهلي، حضرتك لما الاهلي خد الارض دي بقرش للمتر في السنه ولمده 100 سنه، كان وقتها سعر متر الارض من 30 ل 50 قرش، كان سعر الارض كده شاكب راكب على بعضها في حدود ال 30,000، والاسعار دي فضلت بالشكل كده لحد الخمسينات. ده غير ان الايجار زاد على الاهلي من قرش لجنيه سنه 39 او 40، يعني تقريبا كده الاهلي على سنه 50 كان دافع حقها مرتين ولا حاجه. وزي ما قلت لك الاهلي نادي تابع للدوله، فدي كده زي ما قلت لك حاجات اجرائيه بين هيئات الدوله وبعضها، ولا اموال عامه ولا حد حاطط فلوس في جيبه. انما الزمالك والاوقاف بقى غير يا حزين، وانا مش فاهم كل شويه واحد يطلع من الاشكال دي واول ما يشوف اي حد يتكلم على الزمالك في الاعلام حتى لو باحترام، او يجيب حد يتكلم على اي مشكله او موضوع باحترام وبيسرد المشكله بس ما بيجودش زيهم، دول يقوموا يصيحوا على طول، انتوا عايزين من الزمالك ايه؟ اشمعنى الزمالك؟ ما تموتونا احسن. والشغل الاهبل والمصلحات اللي بيعملوها دي، مع ان اللي بيحصل ده طبيعي جدا جدا، وكان بيحصل مع الاهلي واكتر منه من نهايه الموسم اللي فات ولحد فتره قريبه لما النتائج كانت سيئه وفي تغيير مدربين، محدش كان سايب الاهلي في حاله، وكل شويه اوضه اللبس ما اعرفش فيها ايه، مين لعيب عايز يروح الزمالك وهكذا. ده غير حاجات تانية كتير بقى، وده تقريبا شبه الطبيعي يا جماعه. اي صحفي او اعلامي هيشم ريحه خبر هيجيب له مثلا مشاهدات او متابعات هيجري وراه على طول طبعا، وده في العالم كله. ما بالك انت بقى الزمالك، انت تقريبا ما بتفضاش من مشاكل، هيعمل لك ايه؟ هيسيب مشاكلك ما يجيبش خبر عنك؟ ما تحسسناش ان الكون كله مهيأ عشان يوقع القلعه بتاعتكم دي، مفيش فايده. المشكله بقى يا جماعه ان الدكتور اسامه اللي طلع مع عصام صالح طلع برضه في قناه الزمالك امبارح وقال نفس الكلام. ايه اللي حصل بقى؟ ما حصلش حاجه يعني، اهو طلع معاكم زي ما طلع مع الناس تانية وقال نفس الكلام عادي يعني. بس ابو العيله بقى ساله سؤال امبارح كده، سؤال صعباني ملوش حل الصراحه، ساب كل مشاكلهم والاراضي اللي هتتسحب منهم وكل اللي كان شاغله السؤال ده. هل في تعامل مع وزاره، يعني ما بين وزاره الاوقاف وانديه تاني مثلا، سواء جماهيريه انديه تاني شعبيه؟ يعني عايز اعرف في اراضي تانية في تعامل مع انديه اخرى ولا لا؟ انت مش مكسوف من نفسك؟ لا بيقولوا انتم مأجرين اراضي تانية لفرق شعبيه او فرق جماهيريه، اللي هو مفيش اي امل كده الاهلي يتلط في حاجه كده ولا كده معاكم. انسى.
نرجع بقى لميزو الدجال تاني اللي نشر الكلام ده بتاع كامل ابو علي رئيس النادي المصري، اللي بيقول فيه منظومه كره القدم المصريه بحاجه الى التغيير، كيف يتواجد 6 فرق جماهيريه فقط في الدوري والباقي من الشركات، شكلنا اصبح سيء والدوري لا طعم له. وميزو الدجال بقى معلق ويقول ايه؟ هيقولوا عليك عايش نظريه المؤامره يا حاج، وهيقولوا عليك انك بتغير من نجاحات استاذ محمود الاسطوره. يا حاج ممنوع نعترض او نقول لا والا يا ويلك. انت بتقول ايه يا حيوان؟ ايه الخرف اللي انت كاتبه ده يا ميزو؟ مين اللي هيقولوا عليه مش عارف ايه عشان بيتكلم على انديه الشركات؟ ما الدنيا كلها بما فيهم الكابتن الخطيب مش عاجبه موضوع الشركات ده وعايزها كلها انديه جماهيريه. مش فاهم مين اللي هيقولوا عليه ايه ومين اللي مش هيعجبه الكلام. هو انت يا ابني اي حاجه تدس السم فيها بتاعك ده وخلاص؟ هو انت لو ما دلستش وما عملتش فتنه هيجرى لك حاجه؟ يا ابني انت شطان. وعموما يا عم دجال لو خايف من زعل الكابتن بيبو على كامل ابو علي، ما اعرفش انا مش عارف ايه اللي يزعل اساسا في الموضوع، بس ما علينا يعني، فما تقلقش اسمع الحته دي وهي هتريحك. شكل العلاقه دلوقتي ما بين النادي الاهلي والنادي المصري، هي طبعا زي ما انت قلت بالظبط، هم طبعا 2 اصدقاء جدا، ويعني علاقتنا اخويا الممتاز، وهم شخصيات محترمه جدا لهم كل الاحترام، والنادي الاهلي ليه كل الاحترام طبعا ما فيش شك. الاهلي يعني هو كبير الانديه المصريه، انا بعتبره هو الكبير بتاعنا، فاحنا عاوزين في الايام اللي جايه ان شاء الله يكون في يعني تعاون اكتر. هل حضرتك اتكلمت مع كابتن محمود الخطيب في الموضوع ده؟ بنتكلم، بص يعني احنا علاقتنا طبيعيه جدا زي ما بتكلم معاك يا ميدو. علاقتي بميزه وعلاقتي معاك يعني علاقتنا كويسه جدا، ما فيش اي حاجه خالص يعني. الحمد لله. لان احنا نعرف بعض من زمان جدا. الكسفه اللي انت فيها طبعا يا ميزو انت لما تسمع الكلمتين دول واحترام كامل ابو علي للكابتن محمود الخطيب والتفاهم اللي بينهم، اكيد هتعمل بوست بقى لكامل ابو علي تقول ان هو بيطبل لاستاذ محمود او اي كلام اهبل من اللي انت بتكتبه. والله يا اخي انا شفت صفوه كتير وقليل، انت لوحدك يا ميزو في حته تانية، شيطان يعني. اعوذ بالله من غضب الله. ناس ما عندهاش دم. بس كده دي كانت كل حاجه معانا النهارده، كان معاكم محمد كمال وانا مصطفى طلعت. سلام عليكم.